ان الزمالك دفع لاتحاد الكوره 30 مليون جنيه. 30 مليون جنيه من اصل 140 مليون جنيه اللي بقى لهم اكتر من 14 سنه. الفلوس ديت اتحاد الكوره بيطلبها من نادي الزمالك، الخاصه ب مستحقات لعيبه ومستحقات مدربين. وهي لو اتكلمنا فيها بتفصيله اكتر من كده هنلاقي ان الاتحاد الكوره اللي هو طالع اصلا يعلن ان في ايقاف قيد على نادي الزمالك ونادي الاسماعيلي ونادي فاركو لحين دفع الديون ديت. مش اتحاد الكوره، الكلام ده غير صحيح. مش اتحاد الكوره اللي بتعمل ايقاف، الفيفا هي اللي بتعمل ايقاف، ولكن فيما يخص نادي الزمالك بس هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. انا مش فاهم ليه حشره الاسماعيلي وفاركو مع الزمالك. الاسماعيلي وفاركو كده كده عارفين بيدفعوا او هيدفعوا لمين، ومين اللي عامل الايقاف ده عليهم؟ الفيفا. انما انا بتكلم في اتحاد الكوره اللي طالع بيقول لك ايقاف نادي الزمالك، وهو اصلا مفيش ايقاف قيد، وفي لعيبه بتقيد مع وجود المبالغ المستحق ال 140 مليون دولت اللي بقالهم سنين. كل سنه بنتكلم في القصه ديت ان نادي الزمالك عليه فلوس وعليه ايقاف قيد، ومع ذلك في قيد بيحصل والقيد شغال.